You remind me of me. 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 أنت تذكرني بنفسي، أو أنت بتفكرني بشبابي، أو أنت بتفكرني ببداية عملي. دي في المجتمع الأمريكي بتتقال لما يكون في موقفين: لما يكون أنت أكبر من حد في السن، أو أنت أقدم منه في الشغل. لو أنت أقدم منه في الشغل أو أكثر خبرة منه في العمل، وشفت واحد بيشتغل كويس زيك مثلا، زي ما أنت كنت في سنه، تقول له إيه؟ You remind me of me. You remind me of me. أنت بتفكرني ببدايات عملي هنا في الشركة أو هنا في المكان هنا. يبقى you remind me of me. لو ابنك مثلا عنيد ولا حاجة، فأنت بتقول له إيه؟ you remind me of me. أنت بتفكرني بنفسي وأنا في سنك. You remind me of me. لاحظوا النطق هنا يا شباب، إنه دي هنا بتنطقش. لاحظ النطق بيقول إيه؟ You remind me of me. 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 والآن يا شباب مع سؤال الحلقة: ماذا يقول الرجل في هذا الموقف اللي هو في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي؟ حاول تسمع كويس وحاول تكتب لي الإجابة في التعليقات، وإن شاء الله الحلقة الجاية مباشرة هنكتب الإجابة في أول الفيديو. إلى اللقاء في الدرس القادم مع تعلم اللغة الإنجليزية من الأفلام الأمريكية، مع تحيات محمد القشاوي. Me. Liz, don't provoke me! Me. Liz, don't provoke me! إذا أعجبك الفيديو فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب وترك تعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.